ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة بمناسبة عيد الحب، كل سنة وانتم طيبين. حبيت اعمل لكم تورتاية سهلة ولذيذة، ومش هتاخد معاكي وقت خالص واقتصادية جدا. محتاجين ل 150 جرام بسكوت سادة اي نوع تحبيه، كيلو لبن، نص كيلو فراولة، نص كوباية سكر، نص كوباية زبدة مسيحينها على نار هادية، معلقتين نشا و3 معالق دقيق، و100 جرام كريم شانتيه، ومكعبين شوكولاتة بيضة مكسرينهم صغير. الأول هناخد الفراولة بتاعتنا. هاخد 5 6 فراولات هقطعهم شرايح طولية بالشكل ده كده، علشان نزين بيها جناب الصينية. قطعيهم واركنيهم دلوقتي. و5 6 فراولات برضو هاخدهم هقطعهم مكعبات صغيرة علشان نعمل منهم الصوص بتاعنا. بعد ما عملتهم اركني بقى ده دلوقتي واعملي المكعبات الصغيرة. بعد ما قطعت المكعبات الصغيرة حبيت أعايرهم علشان يبقى المعيار معاكي مظبوط، فهم جم في كوباية بالظبط. قطعتها بقى اهي وحطيتها في الكوباية علشان تعرفي المعيار بالظبط. حطيتها في الطاسة وفي نفس الكوباية عيرت السكر ربع كوباية. حطيته على الفراولة وقلبته كده، اتغلفت الفراولة بالسكر وركنتها شوية. فراولاية واحدة قطعتها بالطول كده وهي متماسكة من تحت كده لتزيين وش التورتاية. الكريم شانتيه بتاعنا 100 جرام حطيت عليهم نص كوباية لبن ساقع قوي، وبمضرب البيض على سرعة هادية الأول. بعد كده تزودي السرعة لحد الكريمة ما توصل للقوام اللي احنا عاوزينه، اللي هو لما ترفعي المضرب يبقى عامل منقار كده بالشكل ده. بعد ما خلصت بقى الكريمة دخلتها التلاجة شوية. البسكوت بتاعنا حطيته في محضرة الطعام، أي نوع بسكوت سادة تحبيه. حطيته في المحضرة وطحنته جامد قوي، يبقى ناعم معاكي خالص. وبعدين حطيته في بولة كده وحطيت عليه نص كوباية الزبدة، والزبدة مسيحينها على نار هادية. ادي البسكوت اهو، وحطيت عليه الزبدة وقلبته بقى كويس كده لحد ما اختلط ببعض كويس، يبقى عامل زي الرمل المبلبل البسكوت. ودي الصينية اللي هنستعملها النهاردة، صينية تشيز كيك على شكل قلب، مبطناها بورق زبدة من تحت. وحطيت بقى فيها البسكوت وضغطت عليها كده بالسباتولا. ايه ده، الاسباتولا النهارده على شكل قلب هي كمان. وبعدين اضغطي بايدك كده خصوصا الجناب علشان ما يبقاش فيه حتت طالعه وحتت نازله. وبعدين دخلتها التلاجة شويه. الفراوله بقى نزلت الميه بتاعتها اهي، حطيتها على نار هاديه الاول دقيقتين كده، وبعدين هرستها بالشوكه. لو تحبي تعمليها بالهاند بلندر او بالخلاط، لكن هي بتبقى طريه وبالشوكه على طول بتديكي نتيجه حلوه. وبعدين زودت بقى النار شويه، وحطت لها معلقة صغيرة جيلي فراولة تديها برضو تماسك كده وتديها لون حلو، ونقطتين عصير ليمون، ونزلتها خلاص. ده شكلها. اللبن حطيته بقى كده وحطيت عليه 4 معالق سكر، وحطيت معلقتين نشا و3 معالق دقيق، وبمضرب البيض اليدوي وتقلبي كله على البارد، ما يبقاش فيه أي حاجة متكتلة في اللبن. بعد كده هنرفعه على نار هادية، وبرضو المضرب في ايدك وقلبي. هطلع بقى الصينية من التلاجة اللي فيها البسكوت، وهحط الفراولة اللي مقطعها شرايح طولية على الجناب كده بتاعت الصينية بالشكل ده. أكمل بقى الصينية كلها وأدخلها التلاجة تاني لحد المهلبية ما تتعمل. ده شكلها أهو. المهلبية بقى بدأت تتماسك شوية، أنا عايزاها النهاردة تخينة شوية. بدأت أهي تتماسك كده، مش فاضل غير الشوكولاتة البيضة 2 مكعبات بالظبط، أنا مكسراهم كده بالشكل ده، وحطيتهم بقى على المهلبية وقلبتهم كويس، بتدي طعم حلو قوي للمهلبية. هنزلها بقى احطها في الصينية وهي سخنة على طول، ما تسيبيهاش لما تبرد وهي سخنة كده، حطيها في الصينية. وبعدين سيبي بقى الصينية حوالي نص ساعة لما تبرد خالص ووشها يتماسك كده ونقدر نزينه. لما تماسكت بقى وبردت طلعتها من الصينية وحطيتها بقى على طبق تقديم وبدأت أزينها. طبعا التزيين ده بتاعك، يعني انت ممكن تغيري الاشكال اللي انا عاملاه براحتك. طلعت بقى الكريم شانتيه من التلاجة وحطيته في القمع ده كده، وبدأت ازين الصينية بالشكل ده، وبسيب فراغات ما بين الكريم شانتيه وبعضه كده. ادي صوص الفراولة، شايفة القوام بتاعه
حطيته في النص وبالمعلقة كده تفرديه بالراحة. ونقيت بقى الفراولة الصغيرة شوية وحطيتها بالشكل ده، والفراولاية اللي كنت مقطعاها شرايح طولية كده حطيتها في النص. بقى شكلها جميل قوي، ودخلتها بقى التلاجة تسيبيها ساعتين 3 لما تتماسك. سهلة جدا ولذيذة، وزي ما بقولك اقتصادية جدا. وكل سنة وانتوا طيبين، بحبكم قوي. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.